انا وصلت امريكا النهارده ومش عارف اشتغل ايه. Good morning, New Yorker. Looking for another beautiful day here in the city. ولا ازاي حتى الاقي شغل اصلا. خليني اقول لكم النهارده ازاي ممكن تلاقي شغل، ومش اي شغل، شغل في مجالك وكمان تقدر انت تستقر عن طريقه ان شاء الله. يلا بينا. لما الناس كانت بتتكلم زمان عن الشغل في امريكا ما كانش بيجي في بالك غير صورة واحدة بس، وهي غسيل الاطباق، ورشة، بنزينة، مغسلة، عربيات الاكل. وكأن المهاجر ده ملوش غير الاشغال دي اللي ممكن يشتغلها، لكن الحقيقة ان الزمن اتغير والفرص كمان اتغيرت معاه. النهارده ممكن بمجرد مجيئك الى امريكا تقدر ان انت تشق طريقك كمهندس او ضابط او طيار او تشتغل في اكبر الشركات التقنية والصحة والتعليم. والمهم ان انت تبقى عارف ازاي تقدر تشتغل الاشغال دي وتبتدي في الطريق السليم علشان ما تضيعش وقتك. امريكا مش بتحكم عليك بوظيفة بسيطة، دي بلد بتديك فرص تبني مستقبلك بنفسك، وده اللي هنعرفه في الفيديو النهارده ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هاخدكم في رحله سؤال هجاوبكم عليه باذن الله النهارده، وهو اذا كان اصلا الشغل في امريكا متاح ولا لا، وايه الوضع دلوقتي من ناحيه الشغل، في شغل مفيش، ازاي تلاقي شغل. مش بس كده، هديك كمان المفاتيح اللي عن طريقها تقدر تلاقي الشغل اللي في مجالك وازاي وتعمل ايه باذن الله عشان توصل له. حتى لو انت لسه جاي بلد جديد او النهارده هقول لك ازاي الطرق اللي فعلا شغاله اللي ممكن تلاقي عن طريقها شغل وبسرعه ومن غير ما تتوه ولا حد يضحك عليك ان شاء الله، لان المواضيع اختلفت تماما من زمان عن النهارده، سواء بقى كانت الطريقه دي الكترونيه او الطريقه من على ارض الواقع دلوقتي. المهم هقول لك على الحاجات اللي شغاله ان شاء الله، وهقول لك ازاي برضه لو انت عايز تبتدي من الصفر ازاي توصل ان شاء الله لمنطقه مرموقه تقدر تليق بيك وبالهجره بتاعتك. ولكن قبل ما اقول لك ازاي ممكن تلاقي الشغل ده، خليني اقول لك ان احنا معانا راعي رسمي للفيديو ده، وهو من شركه توزو الاير بادز. خليني سريعا اجربها واقول لكم رايي فيها ايه. خليني انقل لك التجربه بتاعتي مع توزو ان سي 3، السماعه اللي بتعزلك عن الدوشه وتوصلك لتجربه صوت مختلفه تماما. افضل حاجه بتعجبني في السماعه دي ان في 3 مايكات لعازلين للصوت، فانت حتى لو في المترو صوتك دايما واضح في المكالمات، وانت كمان سامع اللي بيكلمك كويس جدا. ده غير ان التطبيق بتاع توزو بيقدر يخليك تعيش التجربه كامله قبل حتى ما تشتريها. تاني افضل حاجه بتعجبني في السماعه دي انها بتفضل لحد 55 ساعه من غير ما اشحنها. عايز اقول لك برضو انها مقاومه للميه بطريقه رهيبه. وبعيدا عن ان الاداء السماعه دي والامكانيات اللي فيها بتعادل لسماعات مشهوره جدا ولبراندات معروفه اسعارها بتتخطى اسعار التوزو ان تي 3 بمراحل. بصراحه انا بيعجبني شكلها جدا عن اصلا معظم السماعات اللي موجوده في السوق، فعلا جوده عاليه. ولو انت بتدور على سماعه تشتريها فانا انصحك انك تشتري السماعه دي، عمرك ما هتندم. يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. بص يا سيدي، في عده طرق ممكن عن طريقها تلاقي شغل. اولهم هو ان انت تمشي زي حالاتي كده في الشارع وتخش توك ان في اي مكان وتسال اذا كان في شغل ولا لا. ده صدقني حل سحري، بس انت ما تنزلش في مكان واحد وتقول مفيش شغل، لان مفيش حد هيلومك غير نفسك. انت دلوقتي لو نزلت مشيت وانا لو نزلت اتمشيت وسالت على شغل هلاقي شغل، ولو لقيتش النهارده هتلاقي حد، فانا سايب الرقم بتاعي جوه عنده بيكلمني يقول لي والله انت كنت بتدور على شغل، تعالى في فرصه شغل، تعالى نعمل لك تريننج ونبتدي الشغل ان شاء الله. ده واحده من اول الطرق التقليديه اللي انت المفروض بتعملها اول ما تيجي على البلد دي لو بتدور على شغل. How you find job? Oh, I have to show my personality. I think there's a lot of like survival jobs in my field of work. I'm an entertainer. You have to find survival jobs sometimes, whether that be a barista or working at a restaurant or anything like that. I think anybody can be taught those jobs, but I have to show my personality. So I like to go in person and introduce myself, see if they're hiring, and I think anybody can get a job anywhere because everything is teachable to a certain point. May I ask you how you find the job? How do I find a job? Well, I try and find something that fulfills me enough, because it's really hard to get like stuck in different things that are draining to you. So my first thing is like, does it fulfill me? Does it pay my bills? Okay. And does it give me something that I want to work for? Because without that, there's nothing, which makes it hard. Granted, but when you find that one thing, I feel like you're able to stick with it for a very long time. But how you actually find it? Like, I mean, to find the job, like, you should have a connection, or you walk in, or... I try and walk into every opportunity I can. I feel like the biggest thing is like, the analogy I use is like, I'm a raging bull, and there's a door that's open, like maybe a couple of feet away, and I'm gonna charge at that door until I either get to it or it slams in my face. And if it slams in my face, I gotta get back up and run to the next door until I make it. That's kind of the goal. All right, thank you so much, man. Thank you.
طيب تاني حاجه غير تقليديه وتتبع الاجواء المستقبليه، وهي احنا دلوقتي عندنا حاجه اسمها جوجل ماب بتجمع لك جميع الاشغال اللي حواليك في اي منطقه تقريبا. طب بنعمل ايه؟ هقول لك يا سيدي، الطريقه دي عمرها ما بتخسر، ان انت بتجمع كل الانفورميشنز بتاعت المحلات اللي حواليك. بعد ما تجمع الارقام بتاعتهم وعناوينهم واساميهم بتكلمهم واحد ورا التاني. انا بكلمك هنا في اكتر من 40 محل في نفس الثانيه. مجرد انت بتكلمهم بتعرف مين شغال جوه، ايه نوع البيزنس، وهل محتاجين شغيله ولا لا. وده بيسهل عليك مواضيع ولف كتير جدا جدا. بس دي دايما بقول لك الوك ان دايما احسن، او ان انت تتمشى في الشارع وتخش احسن، لان هنا بتديك فرصه اقوى وكبيره جدا عن ان انت تكلمه في التليفون. ان انت لو عندك بيرسوناليتي او عندك شخصيه بتعرف تتكلم ان بيرسون فيس تو فيس كده مع الشخص قدامك، تقعد تتكلم معاه فيس تو فيس يعني وجها لوجه. الموضوع ده بيسهل عليك امور كتير جدا لو انت عندك الحته دي، فانت تعرف تلاقي شغل برضو اسهل بكتير من ان انت تكلمه في التليفون. طول ما انت بتكلمه في التليفون مش عارفين شكلك عامل ازاي، مش عارفين شكلك مهذب عامل ازاي، والكلام ده كله بيديك امكانيه كبيره جدا في ان انت تلاقي شغل. ثالث حاجه ممكن تلاقي عن طريقها شغل وهي الموبايل ابلكيشنز اللي موجوده في المكان اللي انت عايش فيه، اللي بيكون فيها فرص عمل كتيره جدا. اولهم طبعا ارافيستا لان هو سبونسرد باي. تاني حاجه وهو ابلكيشن كريجليست، وبرده بيديك الامكانيه في ان انت تلاقي شغل اسهل واسرع. وبرده هقول لك ازاي تدور جوه الابلكيشنز دي، لان في ناس كتير جدا ما تبقاش عارفه، وفي ابلكيشنز كتيره جدا ممكن احطها لكم في الديسكربشن بتاعه الفيديو ده ان شاء الله، ممكن تلاقي عن طريقها الاشغال. وثالث ابلكيشن معانا هو جوب توداي، وده برده واحد من الابلكيشن كويسه جدا اللي بتجيب لك شغل في الولايات المتحده الامريكيه، وهيساعدك جدا في ان انت تلاقي الشغل ان شاء الله. الاهم هنا هو ازاي احصل على الشغل من على الابلكيشن ده. بمجرد لما بتخش على الابلكيشن بتقدر انت تتكلم وتواصل الناس عن طريق الايميل من الابلكيشنز، او ان انت تاخد الرقم، او ان انت تعرف فين العنوان بتاع المكان اللي فيه فرصه عمل ده وتنزل له تروح له على طول. وانا واحد من الناس اللي كنت بفضل ده دايما احب ان انا اقابل الشخص فيس تو فيس عشان اعرف احكم على الفرصه كامله. How do you find jobs? This job I found on the app Job Today, and my previous job I found it on not on the website, not any app, just like on a friend. She mentioned about that job. I went for the interview and I got hired. So the mobile app and connection. All right, thank you so much. Thank you. رابع حاجه معانا وهي الناس اللي انت شايفها كتير حواليك دي، محتاج ان انت تبقى عارف ناس كتيره ويبقى عندك كونكشن كتيره عشان تقدر تلاقي فرص كتيره وتفتح لك حاجات اكتر مما تتخيلها انت. مش معنى ان انت تعرف ناس كتير ان انت يبقى عندك صحاب كتير، مهمه جدا تبقى فاهمها في هذه البلد، ولكن واحده من افضل الحاجات اللي هتديك فرص وهتترشح لناس كتيره جدا وهتديك فرصه في انك انت تنفتح في الشغلانه بتاعتك اكتر وتوسع اكتر وتسكيل اب اكتر، هو ان انت يبقى عندك معارف كتير ويبقى عندك كونكشنز كتيره، هتفتح لك فرص عمل كتيره جدا 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 منها ان انت هتلاقي شغل بسهوله ان شاء الله. خامس حاجه وهي كانت زمان قويه جدا قبل الحياه المستقبليه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي، هي الورك ايجنسيز. الورك ايجنسيز كان عندها فضل كويس جدا في انها بتعرف تجيب لك شغل، كل واحد بيشتغل بطريقته. في ورك ايجنسي بتدفع لها $150 وتدور على شغل، في واحد تاني بيقول لك هاخد من مرتب اول اسبوع، هاخد اول اسبوع بعد كده تشتغل انت. كل يعني ورك ايجنسي بتشتغل بالسيستم بتاعها، ولكن كانت فعلا كويسه جدا وممكن لحد النهارده تستيل تروح لها وتسال على شغل ان شاء الله. لو لا قدر الله بعد ما عملت كل اللي انا قلت لك عليه وانت لسه برضو مش قادر انك تلاقي شغل، ده برضو من مفاتيح ان انت ازاي تقدر تلاقي شغل جوه البلد هنا بسهوله. دلوقتي الشغل في امريكا، انت بقالك حوالي 4 سنين، عدى عليكي ناس كتيره جدا بتدور على الشغل، بتحاول تطور من نفسها. انا حابب اعرف منك التغيرات عن زمان كان الناس بتيجي هنا بتدور على شغل على طول من غير ما تبقى عارفه ان ممكن يبقى في سيستم تخليها تلاقي شغلانه احسن او في المجال اللي هو متخصص فيه. لا، بيجي يسعى الحمد لله ويتوكل على الله، ولكن طبعا انت عارف الحاجات دي كلها ممكن توقعه في مشاكل، ان هو حد يضحك عليه في شغل، ان هو يستغله في مجهوده وما يديهوش فلوس كفايه اللي هو بيعمله الكلام ده كله. فقولي لي بقى التغيرات من النهارده عن زمان، وايه اللي المفروض هم يعملوه علشان يقدروا يوصلوا لشغلانه كويسه والسيستم اللي يمشوا عليه. هلا مبدئيا زمان كانت المعلومه مفقوده عندهم، وما كان يلاقوا لا موارد ولا مصادر نهدلهم انه وين يروحوا، شو يعملوا، شو الوظائف اللي يقدموا لها. كانوا يروحوا على وظائف معينه، للاسف هاي الوظائف كان فيها ارهاق بدني عالي، ظروف غير انسانيه. هلا تغيرت كثير الظروف، هلا صار في كثير وظائف، صار في كثير موارد، التكنولوجيا كثير ساعدت، في ناس زينا موجودين عشان احنا نساعدهم وندلهم ايش يعملوا وين يروحوا، علشان ما يستنزفوا لا وقت ولا طاقه ولا جهد ولا
فلوس عبال ما يلاقوا المكان الصحيح. فعندك هلا مثلا كثير في وظائف مجرد انك انت تاخذ مثلا كورس معين او لايسنس معين بتطلب منك امتحان صغير بيفتح لك وظيفه راتبها دخلها كثير منيح، ممكن يوصل 23 ل $25 بالساعه وممكن يكون اكثر. الديبندز، كل ما كان طبعا اللايسنس شوي اصعب او بدها شوي دراسه اكثر، فبتلاقي انه ايش ظروف عملها افضل والمردود المالي لها كثير اعلى. يعني انا افهم من كده ان الموضوع اتغير، ما بقاش زي ان هو الناس بتيجي يلا نروح على نشتغل في مغسله، يلا نروح نشتغل في مطعم، يلا نروح نشتغل في ديلي، يلا نروح نشتغل في كونستراكشن. انا ما بقولش ان الاشغال دي مش كويسه، لا هي كويسه، بس مجهودها البدني كبير جدا. مع الوقت مش هيخليك تعرف تكمل اصلا في الشغلانه دي، ولا هتعرف ان انت تستحمل اصلا الضغط ده ولا التعب ده. يعني بالضبط، زي عندك مثلا كان مشهور جدا في التسعينات وفي اول الالفينات الوظائف انهم يشتغلوا بمحطه البنزين. محطه البنزين فيها خطوره كتير عاليه، قد في ناس حرام انقتلوا في هذا الوظائف بسبب الطخ والمشاكل اللي كانت تصير علشان الفلوس اللي موجوده في محطات البنزين. هلا في وظائف كتير باماكن، يعني اذا كنت انت الدنيا برد ولا كانت الدنيا شوب برا، انت بتشتغل جوا مكان نظيف محترم، بتاخذ حقوقك العماليه صح، الناس بتعامل معك بطريقه انسانيه اكثر. فأنا بشجع إنه الناس إنها تيجي وتسأل وتدور وتشوف وين الموارد وين المعلومات، تطلع تدور على مصادر صح، تاخذ معلومة صح من المكان الصح، ما يعتمدوا على قالوا لي وهيك فهموني. وياما ناس فعلا للأسف أنا شفتهم يا حرام إنه يعني خسروا كتير لأنه سمعوا لفلان ولفلان. فالأصل الواحد إنه يروح للمصادر الصح، يسأل ويستفيد ويختصر على نفسه وقته وجهد وفلوس. شكرا جزيلا ليكي يا سمية، ويا رب يكون الكلمتين اللي انت قلتيهم دول هيفيدوا اي حد ان شاء الله في المستقبل، وتكون ليكي بصمة بإذن الله في مساعدة الجميع بإذن الله. يا رب نقدر نساعد. ولحد برضه عايز يتواصل مع سمية فهو يقدر يجيبها ويمسكها عشان هي صعبة قوي تلاقيها على برنامج ارافيستا. ان شاء الله هتلاقيها متاحة ان شاء الله. احجز معاها ميعاد واتكلم معاها وهي ان شاء الله هتلاقيها سلسة معاك جدا وبسيطة جدا، وهتلاقيها ما شاء الله هتفيدك قوي. هستأذنك بقى هاخد الناس واكمل معاهم الفيديو. تمام. السلام عليكم. مع السلامة. انتظر بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هقول لك حاجات مهمة جدا هتعرف عن طريقها ليه الناس ما بتشتغلش وليه بتترفد كتير من شغلها، وايه اللي الاونرز بيحبوه يلاقوه في الشغيل عشان يكمل معاهم، وازاي اصلا الاونرز بيدوروا على الشغيلة. الكلام ده كله مش تعرفه غير في هذه القناة اللذيذة الجميلة اللي بقالها اكتر من 10 سنين. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنساش تعمل متابعة وما تنساش تفيد زي ما انت استفدت الحمد لله. ويا رب تكون في حسن ظن عند الجميع باذن الله. اشوفكم على خير فيديو جديد، تعمل سبسكرايب في 800 فيديو على اليوتيوب. اشوفكم على خير فيديو جديد باذن الله ان شاء الله، ولو في حاجه اتنست هتلاقيها في الديسكربشن تحت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.